ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا أتقدم بالشكر والامتنان والتقدير لفضيلة الدكتور الشيخ الأستاذ خالد ريس، ولفضيلة الشيخ موسى الموسى، وكل من ساهم بتعليم السنة ونشرها بطريقة علمية راقية ومحببة. فبارك الله في شهودكم وجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأدام الله علينا نعمة العلم ورعايته والعناية بتبليغه. طلب مني الدكتور حفظه الله دكتور خالد بأن أقص قصتي مع سنتي وبوقت قصير. فالواقع أن قصة حياتي هي نقطة تحول وارتقاء من علم الأرض إلى وحي السماء. فبالنسبة طبعا الدكتور الله يجزاه خير عرف عني، ولكن أنا أتكلم عن حياتي الشخصية لسبب أن كانت تحول 180 درجة وغير متوقع ويعني نادر يمكن، ولكن أراد الله بها الحمد لله وفضل الله إن شاء الله خيرا، لأنني كنت طبيبة عامة ثم تخصصت في الطب الباطني لمدة 4 سنوات وعملت فيها في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وثم ابتعثت إلى كندا ودرست هناك وتخصصت بعد الطب الباطني في الطب النووي، وهو يقوم على استعمال المواد النووية الذرية بعد ما أن تحضر في مفاعل نووي صغير، طبعا لا يتفجر وإنما يعطي إشعاع يسمح بالتصوير وتشخيص الأمراض وخاصة الأورام السرطانية، كان هذا تخصصي وخاصة الغدة الدرقية. ثم أردت بعد أن طلبت العلم الدنيوي أو الديني، أردت أن أتعلم أصول الدين، ولسبب أني صح أني طبيبة وسعودية ولكن تربيت بين سوريا ولبنان وفي مدارس راهبات تبشيرية، فلم أكن أعلم تعريف الحديث الصحيح، فأردت أن أتعلم حتى لا يكون هذا العلم وهذا البورد الأمريكي حجة علي يوم الدين. فطلبت وانتسبت إلى جامعة الإمام وطلبت العلم في قسم أصول الدين، وحصلت الفضل الله على البكالوريوس. وأثناء دراستي كنت مبتلى وسأتكلم عن ذلك فيما بعد. على أي حال كملت دراستي وأصبحت طالبة ماجستير، وكان لي باع في الطب النووي، وكانت أبحاثي باللغة الأجنبية بالأشعة النووية، حتى يمكن ليس لي اسم هنا لأن علمي واسمي وأبحاثي كانت في أمريكا وأوروبا. فيعني يمكن أن ينطبع علي قول النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه: لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. يعني كان السؤال إن وش أفضل دراسة الطب، وش أفضل مستشفى التخصصي، وش أندر تخصص الطب النووي، وين الأبحاث في أمريكا وأوروبا، ولحقناهم. ويعني أعتقد أن هذا أكثر الناس الأطباء الاستشاريين الحين يعتبرون أن هذا المركز وهذا المقام من أعلى مقامات بالنسبة للدراسة العلمية. لو تكرمت دكتور الشريحة اللي بعدها. وهذا الطب النووي يقوم على التصوير الذري بأجهزة، يعني الجهاز يكلف 10 مليون، المفاعل النووي بده 20 مليون ريال، بده فيزياء نووية، كيمياء نووية، أشعة نووية، أطباء نوويين، يعني تخصص دقيق جدا جدا. يقوم على، لو سمحت تفضلت اللي بعده، يقوم على تصوير المرضى بتصوير مقطعي وتصوير وظيفي لكشف الأورام السرطانية مثل هذه مثلا شرائح بجميع المستويات بطريقة طبقية محورية، بطريقة سلايدات كل نص سنتي 5 ملي أحيانا 3 ملي، تصور فيها الجسم كله، يصور فيها القلب حتى يكشف السرطان قبل حصوله. وحتى هذه الصور تكلف، مثلا هذه صورة القلب 5000 ريال، صورة الجسد الكلي الأولى 10000 ريال. يعني تخصص دقيق جدا ونادر جدا ومذهل، لأنه قد يظهر سرطان بحجم 5 ملي لم يظهر سريريا بعد، يمكن أن يكشف، يكون أفضل طريقة للكشف المبكر. اللي بعده دكتور. ولكن بما أنني أسكن في مدينة الرياض وأكثر عمري قضيته يمكن في بلاد الشام الطقس المعتدل أو على البحر، فكانت ابتلائي كابتلاء يمكن أكثر أهل الرياض، وهي بالكتمة والزكمة. والسبب الغبار، التلوث، السيارات، الازدحام، يعني الملوثات العديدة. والواقع في الطب الغربي
هناك مجلات طبية متخصصة فقط في شيء اسمه صداع، وهذا اللي أنا كنت أشتكي منه. كنت أشتكي من صداع بسبب الحساسية، وصداع شقيق لدرجة أنه صار عندي شقيقة، ولدرجة أني صرت مدمنة مسكنات 4-5 أدوية أخذها وما في نتيجة. وسألت وتعلمت وصورت وفحصت، وما في أحد يمكن ما استشرته. وهذه على الأقل في الحين في العالم الغربي مجلتين، مجلة اسمها الهدك للهيد اند فيس اند بين للرأس والوجه، مجلة الصداع والألم، وكتيبات حتى يوجد سوسايتي الجمعية الأمريكية للصداع، لأن لا يوجد دواء للصداع. فالطب الغربي عادة، فطبعا أنا عالجت بمسكنات بمضادات حساسية إلى لا نهاية، إلى أن ضعف جسمي وأصبت بوهن وتعب وإدمان، وأصبحت لا أستطيع أن يعني أستمر حتى في عملي وليس فقط كطبيبة استشارية، إنما كإنسان عادي. حياة العادي ما عاد يقدر عليها، لأن الطب الغربي يعالج المرض إن عرف السبب، والعرض إن لم يعرف المرض. فأكثر ما لدينا نحن الآن من أدوية هي مسكنة، والدليل أن لدينا دواء وليس لدينا شفاء. وتعلمنا أن هناك أمراض مزمنة، وأن سوف نتعامل معها ونتعايش معها، وخلاص هذا الواقع وهذا قدراتنا. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وأنا دائما أشعر سبحان الله أن هذه الآية انطبقت في حياتي الشخصية، حيث أن بعد ما خليت دواء ولا يمكن استشارة ولا تصوير ولا تحليل، ذهبت يعني انتهيت من الطب الغربي ورحت للطب الشرقي، أو ما يسمى اليوم بالطب البديل، من أعشاب، من إبر صينية، من حمية، من استرخاء، رياضة، اللي هو. ولكن سبحان الله لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يكون شفائي إلا بالحجامة. والذي أجرى الحجامة كانت ممرضة صينية، طبيبة طب بديل صينية، وتقول بسم الله. فأنا والله عجبت فيها، إنه ما شاء الله الحمد لله. قلت: أنت مسلمة؟ قال: أنتم تستأنسون بالبسملة وأنا أسمي مشان ما تنفروا مني يعني. وأراد الله سبحانه وتعالى أن في تلك اللحظة أن تكون بداية النهاية. يعني 10 دقائق وكان انتهى الصداع، وتوقفت الحساسية، وصفية الرؤية. سبحان الله، أراد الله في تحول 180 درجة من حيث لا أدري ولا أحتسب. فأصبحت أبحث ما هذا، فتبين لي أن هذا هو معلش دكتور ممكن الشريحة تضل. فتبين لي أن هذه اسمها الحجامة، وأن يوم أجريتها، وهذا الكلام من 7-8 سنين أكثر شوي، لم أكن أعلم بهذه الكلمة، لم أسمع بكلمة حجامة، وإنما كانت علاجي على أساس أنه طب صيني ومن ممرضة صينية. وبحثت وسألت، وتبين أن هناك أكثر من 50 حديث صحيح في الحجامة، وأن النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه كان مصابا بصداع، وما اشتكى أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم من ألم في رأسه إلا قال له احتجم. والسنة مليئة بأحاديث الحجامة من حيث فائدتها وموقعها وأماكنها وطرقها وأيامها وما يجب أن يكون قبلها، وحتى طريقة كل يعني العملية هذه اللي يمكن نسميها في الطب عملية جراحية من A to Z، من ألف إلى الياء، كانت موجودة في أحاديث النبي اللهم صل وسلم وبارك. هذا مما دفعني إلى البحث أكثر. لو تكرم دكتور الشريحة اللي بعدها، لسؤال ولحاولة فهم وربط آية بحديث، بقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأنا كنت أتفكر بقوله عز وجل: أتممت عليكم نعمتي. لم يقل اليوم، ولم تأتي آية بنعمي، كلها نعمتي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن عندما يقول عز وجل: وأتممت عليكم نعمتي، لو أن نعدد أول 3 نعم، لقلنا أن الخلق هو النعمة الأولى، والعقل هو النعمة الثانية، والدين والإسلام هي النعمة الثالثة، وأن يأتي شيء بعدها فهي الصحة والعافية، كما علمنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه بالدعاء بالعفو والعافية. فالعافية إذا قبلنا أنها رابع نعمة، والله عز وجل قال: قد تمت. فهل وجدتها أو سأجدها بما سوف يقدمه الطب الغربي
من مواد كيماوية، من أدوية، من تحاليل، من تصاوير. أنا كانت قصتي أنني وصلت، أعتقد والله أعلم أني وصلت إلى القمة، ولم أحصل على شيء سوى أن أكون مدمنة مسكنات ومدمنة أدوية، حتى مضادات حيوية، شهر إيه شهر لا. فكانت حالتي قد انتهت، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يريني النور بتطبيق سنة النبي، اللهم صل وسلم وبارك. لو سمحت، فعندما نحاول أن نجمع هذه الآية بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء. لو تفكرنا بجمع هذه الآية وهذا الحديث، يجب أن نبحث في الطب النبوي، يجب أن نبحث، لأن النعمة قد تمت. أنا لا أعتقد اليوم، أنا لا أريد أن أحجر الطب الغربي، ولكن الطب الغربي محدود بحدود الدواء، والشفاء ينزل من السماء. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. فطالما تمت النعمة فالشفاء والأدوية تامة ولدينا، ولكن علينا أن نتبصر وأن نبحث عنها. وقصتي هذه من قبل وأما بنعمة ربك فحدث. أنا لا أحدث إلا بما أنعم الله علي من علم من قبل، ثم توجهت به إلى واستخدمته الآن في نشر السنة النبوية، وخاصة كطبيبة في الطب النبوي. فالطب النبوي بشكل عام لا يعالج المرض والعرض، إنما يعالج المريض كجسد وكقلب وكنفس. طبعا أنا الحين لن أتطرق إلى هذا كله بالعشر 15 دقيقة، ولكن سوف أتحدث فقط في الجسد، وأظهر بعض الأبحاث الطبية التي تؤيد هذا الكلام. لو تكرمت بعد دكتور. فأنا الحين شعاري كطبيبة أن الطب النبوي هو طريقك إلى الشفاء. الدعاء أولا، ثم الغذاء، ويأتي الدواء، ولا بد أن يكون الدعاء والغذاء قبل الدواء. ومن خلال هذه الدقائق سوف أبين حجية السنة في الأبحاث الطبية العالمية. والأبحاث التي سوف أعرضها ليست عبر الجوجل أو بالعربية أو في مؤتمرات، معلش اسمحوا لي، هذه أبحاث منشورة في مؤلفات طبية عالمية بمجلات محكمة. يعني لا تحكم المجلة إلا بأن يرسل مثلا بحث ليصبح حجة البحث أو العلم إلا علماء خبراء عبر العالم. والأبحاث هذه موجودة في المركز الوطني للمعلومات التكنولوجيا البيولوجية في أمريكا، ويؤسفني أن لا أقول في العالم العربي، ولكن أمريكا هي اليوم الرائدة في الطب، ويصنف البورد الأمريكي كأعلى شهادة طبية حتى في بلادنا وعبر العالم. والمكتبة الوطنية للعلوم الطبية في أمريكا، والمعهد الوطني الصحي في أمريكا. فالأبحاث التي تنشرها هذا هو مرجعها، ليس مرجعها أي مجلة عربية بتاتا. لما يعني حاولت أن بهذا الوقت القصير أن آتي بالأشياء التي أتى بها حديث النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه التي تستعمل في الطب النبوي، فمجرد حطيت كلمة بحث أجنبية Islamic Medicine طلع لي 1210 بحث يعلم فيهم الغرب ويقرأهم ويعلم أن هذا طب إسلامي. ولو وضعت الطب النبوي Prophetic Medicine كان فقط 177، لأن الناس تعرف كلمة الإسلام أكثر ما تعرف يمكن كلمة Prophet النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. على أي حال، أنا رقمت 10 أكثر أشياء متداولة في الطب النبوي، رقمتها وسلسلتها حسب أعداد الأبحاث التي وجدتها. فكانت الشعير وبالذات التلبينة، وهناك بحث اليوم من ماليزيا تتكلم عن تلبينة نشر من عدة أشهر في سنة 2013، يوجد 13500 بحث يتكلم عن الشعير، عن زراعته، عن فوائده، عن استعمالاته، عن تكوينه، عن مقاومته بقية الحبوب. زيت الزيتون فوائده التي اليوم أثبتت أنه مضاد سرطان، وهذا الشيء كان عبر بحث أجري، ووجد أن بلاد البحر الأبيض المتوسط فيها نسبة أقل من سرطانات خاصة لدى النساء في سرطان الثدي والأرحام، وتبين أن العامل المشترك بينهم كان زيت الزيتون، لأن يوصى فيه ويوصى بالحمية الميديترينية يعني الشرق الأوسط، لأنها تتضمن الطبخ والزيت الزيتون. العسل يعرفه العالم ويعرف مكوناته وفوائده، والحين صار فيه لزقات طبية ضمادات بالعسل لأنه مضاد للالتهاب. الزنجبيل أيضا يستعمل في الأقياءات. طبعا أنا لا أستطيع أن أعدد شيء، بس أعطي يمكن أكثر شيء مشهور. الحبة السوداء
تستعمل، وأنا اللي اكتشفته من ممارستي لها في